جاتوه شاتوه الفنجان. هنعمل النهاردة بقى وصفة في منتهى البساطة واللذاذة. جاتوه شاتوه من غير فرن ومن غير مايكروويف، والصوص منه فيه كل حاجة في الخلاط 12 دقيقة بالظبط ويكون جاهز معاكم، وهتاكلوا ألذ كيكة بصوص شوكولاتة في منتهى السهولة والجمال، وناجحة بنسبة 100% كمان. كل حاجة في الخلاط، مش هنستهلك أدوات كتير ولا أواني كتير. هنحتاج كوباية من السكر، هننزل عليها بكوباية من اللبن الحليب، كوباية من الزيت، زيت نباتي يعني، نص كوباية من الكاكاو الخام، الكاكاو الخام اللي هو الكاكاو اللي معلهوش سكر. ونضرب بقى كل حاجة في الخلاط، بنبص عليها في النص كده وننزل الأطراف لو في حاجة على ولا حاجة. خلي بالكم ان الزيت لما بينزل في الخلاط وبيتضرب مع المكونات بيتقل المكونات، يعني الخليط بيتقل، بيبقى زي ما انتم شايفين كده، وده من الزيت. ولو حابين تضمنوا 100% ان القوام يتقل معاكم، انزلوا بالزيت بالتدريج والخلاط شغال واحده واحده كده، سرسوب يعني خط صغير كده او نقط كده من الزيت تنزل لحد لما القوام يتقل معاكم وتخلصوا كميه الزيت كلها. ولكن اوريدي هو لما بيتحط في الخلاط بيتقل خالص. هنشيل كوبايه من الصوص دهوت على جنب، كوبايه بالظبط، انا مستخدمه كوبايه معياريه، والباقي بقى هننزل الاطراف كده تاني، ونرجع نحط في الخلاط بيضتين يفضل يكونوا في حرارة الغرفة. وهننزل بقى فوق البيض بمعلقة كبيرة من الفانيليا، أنا مستخدمة فانيليا سايلة، ولكن الفانيليا البودرة عادي شغالة، مفيش أي مشكلة فيها. نضربهم كده كويس لحد لما البيض يفك الصوص اللي جوه ويبقى عامل زي ما انتم شايفين كده. خلاص بقى خليط سائل. بننزل كل حاجة من الخلاط، وبعد كده بننخل عليهم كوباية من الدقيق، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة من الملح ورشة ملح. ننخل كل حاجة فوق المكونات السائلة ونقلب. بعد كده نخلط كل حاجة مع بعضها ونراقب قوام الخليط ونشوفه. لو لقيناه سميك زيادة ممكن نزود معلقتين 3 معالق من الحليب، لو لقيناه خفيف زيادة ننخل عليه معلقة ولا معلقتين من الدقيق، لأن المفروض إن ده قوام لخليط كيك. بيكون سميك شوية زي ما انتم شايفين كده. وأنا في الوصفة دي بقى مستخدمة فناجين الشاي العادية، ممكن تستخدموا فنجان شاي، فنجان قهوة، تستخدموا مج عادي، كوبايات إزاز، أي حاجة، كله ينفع. وهقول لكم إزاي تسووا الكيكة فيها ببساطة من غير ما الكوبايات تتكسر ولا يحصل فيها أي مشكلة. بندهن بس بدهنة زيت كده خفيفة، ندهن فنجان أو كوباية أو المج أو الحاجة اللي هنستخدمها. ممكن كمان تستخدموا طواجن الفخار، طواجن الفرن العادية، أي حاجة عندكم ينفع تستخدموها. ونسكب بقى خليط الكيك جوه الفنجان، ولكن أهم حاجة إن خليط الكيك يكون مالي تلتين الفنجان، التلتين اللي هما أكتر من النص بشوية. يعني لو الكوباية متقسمة 3 أجزاء، ده جزئين من الكوباية، كأنه كده جزء وجزء والجزء التالت لأ. والكمية اللي أنا عاملاها دي عملت معايا 5 فناجين، وكمان طاجن صغير كده أحط فيه برضو كيكة، وهدخله الفرن وأوريكم ده وده. وفي طاسة بقى أو في حلة يفضل تكون غويطة شوية علشان يبقى فيه بس مسافة، وبنرص فيها الفناجين كلها. رصيت 4، وبعد كده جبت مية مغلية، غليت شوية مية كده، وعايزة ليفل المية أو مستوى المية يبقى واصل لي ربع الفنجان أو أكتر من ربع بحاجة بسيطة. نحط بقى الفنجان الخامس، وبنجيب الغطا بتاع الحلة أو بتاع الطاسة، بس يفضل تكون غويطة. تمام، هقول لكم ليه دلوقتي. وبنغطيه بفوطة كده، بصوا زي ما انتم شايفين كده، نقفل كده بفوطة ونغطي علشان البخار ما يطلعش بره، يعني البخار يتحبس جوه، وفي نفس الوقت الفوطة تشرب البخار اللي هيطلع، ما ينزلش نقط مية على الكيكة. أنا شوية الطاسة دي كانت قصيرة، فالكيكة وهي طالعة ترتفع خبطت في الفوطة، وعشان كده بقول لكم خليها غويطة شوية عن كده. وعلى نار هادية خالص، هتاخد معاكم من 12 ل 14 دقيقة. أنا أخدت معايا 14 دقيقة بالظبط وكانت جاهزة تمام. بصوا بقى مستوية من جوه تمام، حتى لو لسه ما كملتش سوا وفاضل فيها حاجة بسيطة، لو الخشبة فيها لون خفيف هيكمل سوا في المية السخنة دي. سيبوهم بقى في المية السخنة، يعني خلوه جوه الطاسة كده في المية لحد لما تقدروا تمسكوها بإيديكم وترفعوها بره. على بقى ما تهدى هنجهز الحاجة اللي هنسقي بيها، ودي خطوة اختيارية. كوباية إلا ربع من الحليب، هنحط عليها معلقة ونص من السكر، ونحط كمان نقطتين فانيليا، ونقلب كل حاجة مع بعضها. ودلوقتي بصوا الكيكة كده خلاص كده بردت وهديت، أنا قادرة أمسكها بإيدي وأقدر أرفعها بره، يبقى كده تمام خلاص. هي دي العلامة اللي تعرفوا بيها إن هي تمام، مادام قادرين ترفعوها بايديكم. هي لسه سخنه بس انا قادره امسكها بايدي. بطلعها بحطها بره وبخرمها بخشبه ولا حاجه، ودي زي ما قلت خطوه اختياريه علشان اسقيها بالحليب واطريها كده، تبقى الكيكه طريه وشاربه كده من اللبن الحليب. وممكن تسيبوها زي ما هي على طول تحطوا عليها الصوص، مفيش مشكله، بس اسقيها وهي دافيه واللبن الحليب بارد. ادي الصوص اهو، بصوا تقل شويه ازاي. لما بنسيبه بره يقعد كده ويهدى بيتقل، فممكن نخففه بشويه لبن حليب، معلقتين 3 معالق كده، خففوه للقوام اللي انتوا حابينه سايح ونايح خالص كده، اوكي. حابينه ماسك نفسه شويه، تمام. انا حطيت بس معلقتين حليب تقريبا وسبته ماسك نفسه كده شويه عشان ايه ما يطلعش بره الفنجان ويبهدل الدنيا. شوفوا بقى شكلها لذيذ ازاي، وعملت كميه حلوه، عملت 5 فناجين وطاجن من غير ما نولع على الفرن ومن غير مايكرويف اللي عامل لنا ازمه. وناس كتير كانت تقعد تقول لي ما عنديش مايكرويف اعمل ايه. اهو ادي الطريقه. شوفوا ماسكه نفسها ازاي وهشه من جوه ازاي.
طبعا انا بقى حطاهم بقى في الاطباق بتاعتهم بقى علشان ايه اتفرج عليهم كده، استمتع بقى بشكل الفنجان كده، هو ايه ما فيهوش شاي ولا حاجه في كيكه. شكلها جميل ولذيذ، تقديمتها حلوه كمان لضيوف، وكمان لو عندكم ناس في البيت ولا حاجه وعايزين تقدموا لهم حاجه شكلها مختلف وما تاخدش وقت خالص. بصوا عايزه اقول لكم ان انتوا ممكن تطلعوها كمان بره الفنجان بسهوله جدا. هو انا بس للاسف سقيتهم كلهم وحطيت الصوص عليهم كلهم، بس برضو اتقلبت، شوفوا اتقلبت بسهوله ازاي. تخيلوا بقى لو مش مسقيه ولا عليها صوص ولا حاجه، هتبقى عامله زي الكاب كيك كده، حطيت عليها صوص بقى من فوق وبس. شوفوا بقى جمالها، شايفين هشه وتجنن ازاي. ودي بقى اللي في الطاجن برضو الفخار، بس دي بقى انا دخلتها الفرن وحطيت عليها صوص. بصوا كانت لسه سخنه، لسه بتطلع دخان. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه فيديو جديد.